السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. مساء الهنا وصباح الفل وصباح الأمل وصباح السعادة عليكم يا رب. صباح الفل أو مساء الفل على حسب ما انتوا بتشوفوا الفيديو فيه. النهارده بقى قلت ما اصور معاكم روتيني في البيت على اللي انا بعمله في اوض الاطفال واوض النوم اول ما بصحى، ويعتبر دوت الروتين اللي بمشي عليه. يعني يعتبر كل يومين كده بعد ما بتعملي تنظيف عميق للاوضه، بعد كده بتفضلي بقى تعملي في الروتين اللي هو زي كده، يعني عشان تحافظي على نظافتها وبتفضل نظيفه لاطول فتره ممكنه. اول ما بصحى كده يا بنات بفتح الشبابيك وبدخل الشمس كده. انا بوريكم، انا كنت على فكره بص ابني هنا قاعد وبيضحك وعمال كل ما اشغل مكنسه يقفلها. هنا كنت بوريكم، انا كنت خلصت في الاوضه على فكره، بس كنت بوريكم انا ماسكه ايه بقى، ماسكه فوطه. وما كانش اليوم ده عندي فيه مورال اللي هو بمسح بيه الخشب. هنقف بقى ونعطل ونقول ما عنديش ومش هنمسح؟ لا طبعا، احنا ستات بيوت شاطرين ونتصرف باي حاجه. جبت كده فوطه اللي هي تكون حلوه كده ناشفه، وبليتها كويس وعصرتها كويس جدا، يعني مبلوله حاجه خفيفه خالص. وبعد كده مشيت عليها بالخشب علشان لا هي مبلوله قوي ولا فيها ميه بزياده عشان ما تجيرش على الحاجه. تمام. الشباك ده طبعا اول ما صحيت فتحته، كان بقالي كده كام يوم مش نضفته، فقمت جايبه بقى ميه وكبيتها على الخشب اللي هو اللي ورا ده، ومسحته كده كويس، ومسحت بقى بالفوطه الشباك كله. وكمان هنا الضرفه دي برضو عندي بتطلع على البلكونه، برضو عملت فيها نفس الكلام، ومسكت بقى الفوطه ومشيت على الخشب كله اللي في اوضه النوم زي ما انا بوريكم كده. مشيت على السرير والكومودونات والتسريحه ونفضت السرير. عايزه اقول لكم اوضه النوم دي احنا ما بننامش فيها خالص 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 يعني، فانا بفرشها، والفرش اللي فيها ده نضيف، ما حدش بينام عليه غير مثلا مره كل 15 يوم او 20 يوم بغير الملايات بتاعه اوضه النوم او المفرش اللي انا فرشاه، يعني لانه ما حدش بينام عليها. لو لقيتها بقى متطربه من التراب وكده يعني خلاص مش عجباني، بقوم شايلاها وفرشه حاجه جديده. لكن طول ما هي نظيفة أنا بنفضها وبلمع السرير وبطبق الحاجة تاني، ومن وقت للتاني بطلع البطانية بتاعتها تتشمس وخلاص. اللي احنا ما بنقعدش في الأوضة دي أصلا، يعني احنا على قد اللبس وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده لمعت بقى السرير والكومودينات وكمان الشماعة اللي عليها الهدوم والتسريحة وكل حاجة. بعد كده مشيت بالمكنسة ونضفت كويس جدا وشفطت كل الارضيات زي ما انتوا شايفين كده. وابني طبعا مش سايبني في حالي يا بنات، وانتوا عارفين طبعا اللي عندها اطفال عارفة كل الكلام ده، مش هقول لكم يعني. وقولوا لي ايه بقى رأيكم في الحافظة اللي في اوضه النوم دي، وحشة ولا حلوة؟ مستنية رأيكم في التعليقات. بعد كده بدأت بقى أشفط كل الحاجة بالمكنسة. عايزة أقول لكم المكنسة دي في البيت إيدي ورجلي بجد زي الكبة كده يعتبر. يعني بصوا من يوم ما اتجوزت يعتبر ما عنتش بكنس بالمقشة. المقشة دي لسلم، على قد ممكن أكنس كده كنسة خفيفة للمطبخ يا إما للبلكونة لو مش فيها تراب كتير. بس عايزة أقول لكم أنا بعمل البلكونة بالمكنسة بس على حسب المزاج يعني. بس حلوة جدا جدا المكنسة، بتشيل. بصوا بقى الخشب بيلمع وزي القشطه زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان المكنسه دي بتشيل اي ترابه، بتشيل لك الاتربه بشكل حلو جدا. اما المقشه تيجي تكنسي هنا تلاقي الحاجه وقعت الناحيه التانية، تلمي من هنا وتلمي من هنا، مش حلوه خالص بصراحه. فلو انت مش بتكنسي بالمكنسه عايزه اقول لك انت فاتك كتير جدا يعني. فلا لازم تكنسي بالمكنسه عشان تبقى ريحه شقتك حلوه ونظيفه وريحتها كلها نظافه، وريحتها تفتح كده نفسك. اول ما تخشي الشقه لازم تهويها حتى لو نص ساعه. انا عارفه ان الجو بيبقى ساقعه، بس اول بصراحه ما بلاقي الشمسه كده مش بجري عليها، بتبقى طبعا حلوه جدا في البيت، بتديكي طبعا نشاط وبتشيل الملل وبتشيل كل حاجه في البيت، طاقه سلبيه بتشيلها تماما. انا هنا بقى بحب قوي ان انا كنت بعد ما اروق الشقه او الاوضه اوضه كده بعد ما انضفها وامشي على كل حاجه فيها، بقوم بقى مطفيه النور، وكمان بروح جايه رشه بقى المعطر بتاع التحفه. المعطر ده انا كنت اول مره اجربه، هو اسمه مروج من فريده، بس انا بصراحه بحب قوي. جربت العود كان تحفه جدا يا بنات وبيثبت حلو قوي، وكمان اللي هو اسمه بهجه ده حلو قوي. بعد كده بقى خلاص كنت نفضت بقى وظبطت كل حاجه، قفلت بقى الستاير بعد لما خرجت، قفلت الستاير علشان طبعا ريحه المعطر تثبت يعني في الاوضه. لازم بعد ما تهوي الشقه تقفليها، كمان بتحافظي على النظافه اللي انت عملتيها، وكمان
الريحة بتاعت المعطر تثبت فيها. بعد كده بقى دخلت هنا على اوضه الاطفال، كنت نشره هدوم دوره كده. بوريكم بقى انا بقالي بس يوم واحد كنت بره ورجعت يعني بالليل، فانا ما يعني البلكونه دي يا بنات عندي على الشارع، والشارع يعني قدامي واسعه كبيره فضا يعني، فطبعا في ورش تحت مني فبتتطرب بشكل، بصوا مش قادره اقول لكم بتضايق منها جدا. وهنا الولاد مش سايبيني لافين ورايا، بصوا متطربة وحاجات طايرة من الجو في الأرض، وكانت متبهدلة تراب كده. هي ترابة خفيفة جدا وناعمة يعني مش تتذكر، بس برضو يعني لازم أعملها عشان أوضة الأطفال دي أنا بنام فيها ليل نهار. طبعا لقيت الشمس حلوة جدا، لميت الهدوم وبعد كده كنست الأرض. بوريكم اهو إن أنا كنستها، وكنت كنستها كمان بالمكنسة، ونفضت كده الحاجة وجبت فوطة مبلولة ومسحت سور البلكونة عشان طبعا أطلع البطاطين في الشمسة الحلوة دي، اطلع البطاطين في الشمسة اللي انتوا شايفينها دي زي ما انتوا شايفين بقى. بصوا هنا بدأت امسح كل حاجة وانضفها كده، وبعد كده طلعت البطاطين تاخد شمسة كده جميلة، على لما ألملم الحاجات اللي في الأوضة واكنسها بالمكنسة واظبط الدنيا كده. هروح جايه مدخله البطاطين بتاعتي تاني، مش بسيبها يعني، اول ما الشمسه بتبدا تروح بروح مدخلها. ولما بحطها بره في الشمسه بروح جايبه المعطر بتاعي وبخها على البطاطين وهي بره كده في الشمسه يا بنات، بتخلي ريحتها حلوه جدا. لما تيجي تدخليها على السرير بتبقى ريحتها جميله زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتتطرب، يعني عايزه اقول لكم انا لو طلعت دلوقتي، احنا دلوقتي بالليل، لو جيت طلعت دلوقتي لقيتها هتلاقيها برضو اتطربت يعني. فانا بصراحه زهقت من البلكونه دي اهو زي ما انتوا شايفين كده. مش تنسوني بقى لو اول مره تشوفوا قناتي، عايزاكي تشجعيني، عايزاكي تعملي لي لايك، عايزاكي تبقي محفزه كده ليا وتفرحي قلبي وتفرحي قلب ولادي طبعا، لان القناه دي حاجه كده بتبقى رزق للبيت وللولاد. فطبعا مش تنسيني بقى واعملي لي لايك كده وشجعيني. بصوا بقى فرشت البطاطين على البلكونه كده في الشمسه، كانت جميله يا بنات. وبعد كده دخلت على السراير. طبعا اوضه الاطفال انا ايدي فيها طول النهار وطول الليل، انا على فكره ايدي في الشقه على طول، فعلشان كده مش بتعب فيها نهائي. بصوا بقول لكم مفيش تراب خالص، بس بلم الحاجات اللي يعني بنبقى قاعدين كده بالليل، فبلم الحاجات اللي فيها وانفض السرير وبرتبه وبظبطه واكنس الارض، ولو في حاجه وسخه او عايزه تتلمع بلمعها زي ما انتوا شايفين كده. مش عارفه هي الصوره هنا اتقلبت ليه، معلش بقى. بصوا هنا كنت نظفت السرير، نفضته ونفضت برضو فوق السرير كده، بس بصراحه ما كانش فيه تراب، بس برضو يعني قلت احتياطي كده بما ان انا كنت بنفض. وبعد كده شغلت بقى المكنسه. عايزه اقول لكم ان انا طبعا ده روتين يومي، بس يعني اللي هو فيه نظافة شوية، اللي هو انت بتلمعي برضو، مش لازم يبقى الحاجة اتبهدلت بشكل فظيع علشان تتبهدل وتبقى متوسخة جدا وتيجي تعملي فيها بالساعات عشان تطلع معاكي. لا، لو خدتي بس كل يوم 5 دقايق الحاجة هتفضل معاكي نظيفة ومش هتاخد معاكي وقت في وقت التنظيف خالص يعني. بعد كده برضو قفلت البلكونة كده، بس سبتها مهوية شوية، فاتحة ضرفة كده. وبعد كده بدأت برضو أرش المعطر وظبطت الأوضة وطلعت منها. وده بقى يا بنات الروتين اللي بعمله اول ما بصحى في اوضه النوم. بصوا بقى بقول لكم بوريكم الاوضتين كده جنب بعض ونفس الحاجه فيها تحفه جدا. مش تنسيني بقى بلايك